السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. Hola, Saquino de... Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? Where'd you get that body from? I got it from my daddy. I got it from my هاي احنا طالعين بالباص باص سياحي. شمس كلش قوية بس حلو، نريد ناخذ طاقة شمس خاطر نروح لألمانيا حابين طاقة شمس. هذا الباص خاص بالسياحة، راح ياخذنا يفرنا الأماكن المعالم الموجودة عندهم هنا للسياحة. نشوف رأي السواح من الوراء. هلا أصدقائي، وهاي احنا حاليا طلعنا باليخي، حاليا هسه متجهين جزيرة أجينا، وهاي الجزيرة معروفة كلش حلوة، وكان عندنا الأخ زهير من لبنان مساء الخير. عنها. مساء الخير. جزيرة اجينا جزيرة حلوة كتير صغيرة، وممكن الواحد يقعد فيها يومين ويدورها كلياتها، كتير حلوة، جزر حلوة، واهم شيء بالجزيرة هي شواطئها الحلوة والسمك المعروف فيها، بالاضافة للفستق الحلبي اللي هي مشهورة. الفستق الحلبي طبعا لانه هي في عندها شجرة الفستق موجودة بالجزيرة، والفستق الحلبي هو يلي بنعرفه كلياتنا وترجع مبسوط. وهذا اليخت اللي طلعنا به، هذا يخت بعد شوية يطير بينا، لأن هذا ما اسمه يخت باللغة البحرية، هذا اسمه فلاج دولفين، يعني الدلفين الطائر. اوكي. هو عبارة عن سرعة كبيرة كتير مثل ما شايفين ورا. احنا وصلنا جزيرة اجينا، وراح هسه نطلع بيها ونشوف. هي مثل ما تشوفون. وهاي كلنا نزلنا، راح نقدر نشوف وين اجينا. مثل ما حكى لنا اخ زهير على الفستق الحلبي اللي معروف هنا بكثرة باجينا، لان المنتج ماله هذا الفستق الحلبي حاليا. هسه اذا تشوفون بكل مكان دا نشوف الفستق الحلبي. ثانكيو. هسه راح نذوقه. هاي اعطتنا البنوته الفستق الحلبي، خلينا نذوقه نعطيهم راينا به. بيجنن ولا اذوق منه، روعه. انواع بالفستق الحلبي، لهذا راح نشوف انه مره ثانيه. ثانك يو. اعطتنا فستق حلبي نستكشف فيه، وراح نكمل هذا. يعني بدنا لازم ناخذ. Pistachio heaven. غرتني بهذا الفستق فراح اخذ وياي. الظاهر راح اشبع هنا بعد شغله ما فيها مجال. ثانك يو. ثانك يو. يا حبيبي شي ما ينوصف، يجنن.
نايس ليكا يا ميامي. وهاي هنا الحنتور موجود. الحلويات هاي مالتهم، هذه عندنا الاربع، هاي كلها حلويات فستقيه. الراشي مالته ذات ذوقه، هذا الراشي مطحون ويا الفستق الحلبي، حلويات يعني بصراحه ما تقدر تقاومها. راح اخذ 2 من عندهم. زين من طيوبه كثير. يلا خليكم ويانا نكمل على الاماكن الثانيه. مكان روعه. جينا هذا الفستق، هاي كميات الفستق. هاي اكثر من مره، كل ما نروح المحل يعطونا فستق. الظاهر راح ناكل روايه من عنده الفستق، فما اعرف، خلينا نذوق من عنده. فستق سوري حلبي هذا اللي معروف من عنده. تشوفون هذا الكيف. هاي شبك البحاره. قطة خطية البزونة شلون نايمة. وهاي احنا بالحارات الشعبية، وهاي الجزيرة المطاعم والمقاهي نشوفها انه موجودة. واخيرا لقينا كباب عراقي مثل ما تشوفون، والتكة والطماطة الشوي، وهسه طلبنا غدانا. واحنا قعدنا وراح ناكل الكباب، ان شاء الله يطلع نفس الكباب العراقي. شارع حلو، كله مقاهي مطاعم شعبيه، شوفه مليان بالناس، مكان كلش حلو. انا طبعا دام شمنا وعلى ريحه الكباب انه ما قاومت، ونفس الوقت كنت جوعان، فحسيت حالي خلاص بعد ما قاوم لازم كباب. شوف هاي على نفسهم. هذه لا راسه. وهاي احنا داخل سوق مثل ما تشوفونه مزدحم، السواح والمطاعم الشعبية، مكان كلش حلو. لا 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 يلا 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 يا عجل. باع الفستق. طبعا الجزيرة تحس بالدرابين مالتها وناسها، فد ناس طيبين كلش. هاي الدرابين حلو، مشابه الدرابين باب الحارة مع مسلسلات السورية. هاي كلها من الخشب. 7 عيون. هل ما يصيبك يا مجنون؟ تضحك. شوف هاي الدرابين مالتها، درابين هواي صغار. هاي احنا دخلنا على قولتنا احنا بالعراقي نسميها الدرابين. دخلنا الدرابين. فهذا السمك البحري هاي مثل ما تشوفون، هذا الاخطبوط وهذا الكاليماري، مثل ما عندنا المسمى البحار. زين مبروك. اوكي هذا المحار، شوف شكلها، وهذا الاخطبوط، هذا الاخطبوط.
هذا اخطبوط البام. وهاي عم الصياد يصيد. هذا المكان على البحر وعلى هذا الحجر، واللي يروح بالزاوية بس العشاق. خلينا نروح للزاوية. هاي دخلنا محل خاص بالاكسسوارات البحرية وشغلات حلوة يعني. هاي النرجيلة شكلها حلوة تغيرونها. هاي ممكن تضمها يعني بجنطتك تاخذها وياك بكل مكان. صغيرة. هاي اليختات. شوفون هذا اليخت، إذا عندك شهادة مال السواقة، مال سواقة مال سيارة، إنه مو أقصد سياقة اليخت، فإذا عندك الشهادة بإمكانك تستأجر هذا يوم كامل ب70 يورو، تاخذه تفتر بيه وين ما تريد أنت، تستكشف الأماكن. بس أنا ما بقى عندي وقت، باكر راح تكون رحلة طيراني، فما راح اقدر احجز. هاي احنا خلصنا رحلتنا هسه بالجزيرة وراجعين بخطر اليخت مالنا، وعلى قولة فيروزة راجعين يا هوا. اليخت يجي الساعة 7:30، الساعة 7، لازم ننتظره هنا وبعدها اروح هناك. راح اصور لكم هم الرجعة باليخت، راح نطلع لفوق. صور للدرجة اريد اصعد فوق على الباخرة من القى كبيرة، يمكن صار 5 دقائق انا بس افتر، اكثر من 5 دقائق ما لقيت المكان. واخيرا فتاه، خلينا اطلع برا اصور شوي. هاي احنا على سطح الباخرة. لا 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 ما كنت اعرف انا، حتى من طلعت عبالي فكرت في البدايه، فكرت يخت صغير انا نطلع فيه، بس مثل ما تشوفون ما طلع يخت. خلينا انزل جوا الباخرة بتجنن، كلش حلوة. جدا، وأعرف أن